كلنا بنهنيهم طبعا. بعيد القيامه، بعيد الميلاد والازهر الشريف طبعا. تدين الخطاب الديني يا شيخ محمود. انا لا اهنيهم باعيادهم. ليه بقى؟ اوبا ليه؟ طبعا اهنيه بايه؟ اهنيه بالوهيه المسيح بالصلب. اتفضل. ها ايه دليلك؟ ايه دليلك بقى؟ في حاجه اسمها قياس الاولى يا استاذ الفاضل. قياس الاولى يعني ايه؟ هات لي دليل من القران على ان ضرب الام حرام. اتحداك. اتفضل. بالنص كده. اتفضل. من ضرب امه كبيره من الكبائر. تمام. مفيش في القران الكلام ده. طب ماشي. خلاص. طب من اين جاء حكم التحريم في الضرب؟ بقياس الاولى. طب اتفضل. الله عز وجل قال فلا تقل لهما اف. يبقى ما بعد الاف من باب اولى. فلما يبقى هو عيده ده ديني ولا اجتماعي؟ قول انت عاوز ايه؟ لا انا عاوزك الدليل الشرعي. الدليل الشرعي. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يبقى أنا هنروح نحنيه بإيه؟ تمام. اتفضل. بالتثليث ولا نسبة الصاحبة للولد ولا بألوهية المسيح ولا بصلب المسيح؟ والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه. هنحنيه بإيه بقى إن شاء الله؟ كلامك أنت. كلامك انت. كلامي. تعالى بقى. لا بس وما قتلوه وما صلبوه ده مش كلام يا فضيلة الشيخ. تعالى بقى. ولقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. مش محمود عامر الله ده ربنا. فضيلة الشيخ محمود صلى على النبي. تعرف تصلي عليه الصلاة والسلام. عاوزين نقول لي بقى عدد خلقه وملء ما خلق. عاوزين نقول لي بقى، عاوزين نؤصل الفتوى. أصل يا سيدي. بمستجدات العصر وبالقديم والحديث بدون مخالفة الأدلة الشرعية. أنا عاوزك تقول لي اتفضل. تقول لي أنا جريت مثلا في كم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم اللي أنت عمرك ما تقراه. إيه؟ اللي عمر سيادتك ما تقراه. سواء القدام. أنا مش محتاج أصلا نقرأ المسائل دي كلها. أنا عندي القرآن ما شاء الله تبارك الله، وعندي كلام السلف، وعندي هدي الرسول. الرسول هنى النصارى بأعيادهم. أنا عاوز أقول لسيادتك على حاجة واحدة. اتفضل. ده مش هنى النصارى بأعيادهم. ده احنا بنهنيهم لحد دلوقتي. الرسول بنهنيهم لحد دلوقتي. الرسول لما احتفل ودخل المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. ده احتفال. فقال لما؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. أصابوا الحق فيه. قال أنا صومه، أنا اللي أصومه. أيوة. أنا اللي هنيه. ده دليل يا مولانا. تعالى بقى ما نقول إيه. طب لا عايز وجه الدلالة بس. أيام النبي هو بيقول ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. البر هنا معنى إيه؟ البر يا سيدي أن يبقى يا شيخ محمود. اتفضل. أنت بتسألني تقول البر يعني افتكرتك عايز أنا عاوزك تبقى هادي. هادي والله يا شيخ محمود هادي، بس هو ربما أنت بس حضرتك اللي ما بتسعفكش الأدلة. بس أنا عايز وجه الدلالة من صيام عاشوراء. لا لسه عمول اهو. اللي عايز وجه الدلاله من صيام عاشوراء. لا مش عاشوراء بقى، هو احنا دلوقتي بنتكلم. لا انا عايز هو استدل بحديث صيام الرسول يوم عاشوراء ما وجه الدلاله. انا نكره في محراب العلماء الذين اصلوا لهذه القضيه. ايوه ماشي. بعده مواقف اصل اللي انتم مش عارفين تقولوه للناس. ايوه ايه هو؟ اللي هو اولا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ايوه. ولم يخرجوكم من ديارك ان تبروهم. طيب عندنا قضيتين، قضية الرضا وقضية التعايش. ماشي. في فرق ان انا ارضى باداء الاستاذ حاتم النعمان او الشيخ محمود، وان لازما ان انا اتعايش مع الاستاذ حاتم او الشيخ محمود. التعايش هنا له حدود في الاسلام، له حدود حددتها آية المحكمة في سورة مين؟ في سورة النساء. آية المحكمة قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار الجنب والجار الجنب بمين؟ ايوه هي ده الهون مسلم كافر. لا الجنب الجنب محدد. حدد القرآن رتب ترتيبا لفظيا متواليا يقطع قاطعا ثبوتيا في حقوق الجوار. جميل. وعدد الجوار وعدد حقوق الجوار. حق الجار بتاعي انا بقى. حق الجار بتاعي عندي آية محكمة بيقول لي عم جرجس اللي جنبي، انا بقول عمي طبعا انا عارف كده براحتك يعني. وانا في العيد الفطر بيقول لي كل سنه وانت طيب ويخبط عليا الباب. وهذه شهاده حق. مظبوط. لا أيوة شهادة لا حق. هو جالي لان عندنا في الاسلام فردين. ايوه. فرض الرضا بمعتقدات الاخرين وانا برفضه، وفرضوا علي الاسلام في ان اتعايش مع مين؟ مع الاخر. طيب
عندنا بيقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ايه او ردوها. طيب دي واحده. الثانيه آية المائدة بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ اتفضل. والطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم. يعني من حق ان انا اروح لجورج واكل عنده. طبعا. مظبوط ولا لا؟